عدن ونعتذر مشاهدينا عن رداءة الصوت. ينضم إلينا دائما حول الملف نفسه من الرياض الإعلامي والبحث السياسي اليمني ياسر الحسني. أستاذ ياسر، أهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. يعني كيف يرى برأيك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد عودته إلى عدن تحول الدور الإيراني في اليمن حاليا؟ أهلا وسهلا. أولا اسمحي لي أن أعزي الشعب اليمني في الحادث الإرهابي الكبير الذي قامت به ميليشيات الحوثي بقصف المصلين أثناء صلاة العيد في ساحة الحرية بتعز، وكذلك التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في صلاة العيد أيضا في صنعاء. نحن نقول نعزي الشعب اليمني. للأسف الشديد جماعة الحوثي والمخلوع صالح حولت أيام الشعب اليمني وأعياد الشعب اليمني إلى مآسي وأحزان، وليس أمامهم إلا الاستسلام وعودة مؤسسة الدولة لممارسة مهامها وحماية المواطن اليمني من هذا العبث ومن هذا الدمار. أما بالنسبة لعودة الرئيس إلى عدن والحكومة، هذا يشكل صفعة للانقلابيين وعلى رأسهم المخلوع علي عبد الله صالح والمتمرد عبد الملك الحوثي. اليوم الحكومة والرئاسة تلتحم بالشعب اليمني، تخرج إلى الناس، تلتقي بالمواطنين. هناك حالة لحمة غير طبيعية وفرح بين أبناء الشعب اليمني بعودة مؤسسة الدولة إلى عدن. أنا في هذه المناسبة أتحدى جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي أن يخرج إلى الشارع كما يخرج الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكما يخرج نائب رئيس الجمهورية إلى شوارع عدن، وكما يخرج قادة المقاومة لصلاة العيد بين أبناء مدنهم. اليوم علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي اليوم في حالة لا يحسد عليها، مختبئين في الجروف والكهوف والبداريم. أين علي عبد الله صالح؟ أين هذا التبجح والإجرام؟ إنهم اليوم في مخابئهم. نحن نناشدهم بأن يستسلموا. يكفي الدماء، يكفي تخريب الوطن. ليس أمامكم إلا الاستسلام. الشرعية عادت وستعود ويجب محاسبتكم على الإجرام. كفوا عن إراقة الدماء. ليس أمامكم إلا الاستسلام. أستاذ ياسر، بما أنك تحدثت عن الحوثيين، يعني كان واضحا الرئيس في كلمته اليوم عندما قال على الحوثيين الالتزام بالقرار 22/16، يقولها بصوت عال الرئيس اليمني. كيف سيكون الرد الحوثي على ذلك بعد الصفعة الكبيرة الذين تلقوها من عودته؟ للأسف أن جماعة الحوثي لا تحكم العقل ليس لديها أي استراتيجية للتعامل مع الأزمة التي أدخلت الشعب اليمني جراء انقلابها. هذه جماعة انقلابية إرهابية لا تكترث بما يحصل للشعب اليمني من مآسي ومن دمار ومن خراب. هذه جماعة ليس مثلها مثل داعش والقاعدة، لا تكترث بالمواطنين بل تستخدم دروع بشرية لجرائمها وعبثها. اليوم المواطنين يقتلوا في يوم العيد. اليوم اليمن تعيش مأساة في تعز وفي صنعاء وفي كثير من المحافظات نتيجة عبث وجنون هذه الجماعة. إذا كانت تريد هذه الجماعة أن تحقن دماء الشعب اليمني وأن يعود الأمن والاستقرار، فعليها فقط الإعلان بالالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأمن 22/16 الذي ينص على إنهاء انقلاب هذه الجماعة وعودة مؤسسة الدولة وعودة الحياة والسلام والأمان. نحن مستعدون للتفاوض معهم إذا طبقوا القرارات الدولية التي تنص على إنهاء انقلابهم. أما إذا استمروا على غيهم وتبجحهم وغرورهم فليس أمامهم إلا الانكسار والهزيمة الكبرى والمدوية. طب على ما يستند الرئيس هادي عندما يقول أن تطهير اليمن من الميليشيات الانقلابية بات قريبا؟ هل برأيك التجربة العربية الناجحة في مأرب والتي ستصل إلى خواتيمها السعيدة قريبا هي وراء كل هذه التطمينات؟ نعم، الرئيس هادي يتحدث عن المقاومة وعن الجيش وتقدمها الكبير في كثير من المحافظات. في فترة وجيزة تقدمت المقاومة والجيش الوطني مسنودين بقوة التحالف وطهر المحافظات الجنوبية في وقت قياسي. ومأرب الآن تجري التجهيزات لتحرير بعض أطرافها، وكذلك الاقتحام صنعاء. إذا حررت مأرب ليس بينك وبين صنعاء إلا كيلومترات، فصنعاء قريبة جدا من مأرب. لكن الرئيس هادي وقوات التحالف تدرك أن في صنعاء أكثر من 3 ملايين مواطن. هي تريد أن تدخل إلى صنعاء بأقل التكاليف كي لا تحدث مأساة، لأن جماعة الحوثي تريد أن تحتمي بهؤلاء المدنيين وترتكب مذبحة كما ترتكب مذابح يومية في محافظة تعز بين هؤلاء المدنيين. الرئيس هادي يتحدث بكل ثقة عن تجهيزات كبيرة يقوم بها الجيش الوطني ومدعومين بقوات التحالف العربي. ودعيني هنا أشكر قوات التحالف العربي على دعمهم ومساندتهم الكبير للشعب اليمني في مواجهة المد الفارسي الذي كان يريد أن يجعل اليمن قاعدة انطلاق لتدمير المنطقة العربية. ودعيني أهنئ الشعب السعودي بعيدهم الوطني، ونتمنى أن لا تأتي الأيام القادمة لقد حررنا مأرب وكثير من المحافظات. شكرا جزيلا للإعلامي والباحث السياسي اليمني ياسر الحسني على هذه المداخلة.
ونعتذر مشاهدينا عن رداءة الصوت. ينضم إلينا دائما حول الملف نفسه من الرياض الإعلامي والبحث السياسي اليمني ياسر الحسني. أستاذ ياسر، أهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. يعني كيف يرى برأيك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد عودته إلى عدن تحول الدور الإيراني في اليمن حاليا؟ أهلا وسهلا. أولا اسمحي لي أن أعزي الشعب اليمني في الحادث الإرهابي الكبير الذي قامت به ميليشيات الحوثي بقصف المصلين أثناء صلاة العيد في ساحة الحرية بتعز، وكذلك التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في صلاة العيد أيضا في صنعاء. نحن نقول نعزي الشعب اليمني. للأسف الشديد جماعة الحوثي والمخلوع صالح حولت أيام الشعب اليمني وأعياد الشعب اليمني إلى مآسي وأحزان، وليس أمامهم إلا الاستسلام وعودة مؤسسة الدولة لممارسة مهامها وحماية المواطن اليمني من هذا العبث ومن هذا الدمار. أما بالنسبة لعودة الرئيس إلى عدن والحكومة، هذا يشكل صفعة للانقلابيين وعلى رأسهم المخلوع علي عبد الله صالح والمتمرد عبد الملك الحوثي. اليوم الحكومة والرئاسة تلتحم بالشعب اليمني، تخرج إلى الناس، تلتقي بالمواطنين. هناك حالة لحمة غير طبيعية وفرح بين أبناء الشعب اليمني بعودة مؤسسة الدولة إلى عدن. أنا في هذه المناسبة أتحدى جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي أن يخرج إلى الشارع كما يخرج الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكما يخرج نائب رئيس الجمهورية إلى شوارع عدن، وكما يخرج قادة المقاومة لصلاة العيد بين أبناء مدنهم. اليوم علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي اليوم في حالة لا يحسد عليها، مختبئين في الجروف والكهوف والبداريم. أين علي عبد الله صالح؟ أين هذا التبجح والإجرام؟ إنهم اليوم في مخابئهم. نحن نناشدهم بأن يستسلموا. يكفي الدماء، يكفي تخريب الوطن. ليس أمامكم إلا الاستسلام. الشرعية عادت وستعود ويجب محاسبتكم على الإجرام. كفوا عن إراقة الدماء. ليس أمامكم إلا الاستسلام. أستاذ ياسر، بما أنك تحدثت عن الحوثيين، يعني كان واضحا الرئيس في كلمته اليوم عندما قال على الحوثيين الالتزام بالقرار 2216، يقولها بصوت عال الرئيس اليمني. كيف سيكون الرد الحوثي على ذلك بعد الصفعة الكبيرة الذين تلقوها من عودته؟ للأسف أن جماعة الحوثي لا تحكم العقل ليس لديها أي استراتيجية للتعامل مع الأزمة التي أدخلت الشعب اليمني جراء انقلابها. هذه جماعة انقلابية إرهابية لا تكترث بما يحصل للشعب اليمني من مآسي ومن دمار ومن خراب. هذه جماعة ليس مثلها مثل داعش والقاعدة، لا تكترث بالمواطنين بل تستخدم دروع بشرية لجرائمها وعبثها. اليوم المواطنين يقتلوا في يوم العيد. اليوم اليمن تعيش مأساة في تعز وفي صنعاء وفي كثير من المحافظات نتيجة عبث وجنون هذه الجماعة. إذا كانت تريد هذه الجماعة أن تحقن دماء الشعب اليمني وأن يعود الأمن والاستقرار، فعليها فقط الإعلان بالالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأمن 2216 الذي ينص على إنهاء انقلاب هذه الجماعة وعودة مؤسسة الدولة وعودة الحياة والسلام والأمان. نحن مستعدون للتفاوض معهم إذا طبقوا القرارات الدولية التي تنص على إنهاء انقلابهم. أما إذا استمروا على غيهم وتبجحهم وغرورهم فليس أمامهم إلا الانكسار والهزيمة الكبرى والمدوية. طب على ما يستند الرئيس هادي عندما يقول أن تطهير اليمن من الميليشيات الانقلابية بات قريبا؟ هل برأيك التجربة العربية الناجحة في مأرب والتي ستصل إلى خواتيمها السعيدة قريبا هي وراء كل هذه التطمينات؟ نعم، الرئيس هادي يتحدث عن المقاومة وعن الجيش وتقدمها الكبير في كثير من المحافظات. في فترة وجيزة تقدمت المقاومة والجيش الوطني مسنودين بقوة التحالف فطهر المحافظات الجنوبية في وقت قياسي. ومأرب الآن تجري التجهيزات لتحرير بعض أطرافها، وكذلك الاقتحام صنعاء. إذا حررت مأرب ليس بينك وبين صنعاء إلا كيلومترات، فصنعاء قريبة جدا من مأرب. لكن الرئيس هادي وقوات التحالف تدرك أن في صنعاء أكثر من 3 ملايين مواطن. هي تريد أن تدخل إلى صنعاء بأقل التكاليف كي لا تحدث مأساة، لأن جماعة الحوثي تريد أن تحتمي بهؤلاء المدنيين وترتكب مذبحة كما ترتكب مذابح يومية في محافظة تعز بين هؤلاء المدنيين. الرئيس هادي يتحدث بكل ثقة عن تجهيزات كبيرة يقوم بها الجيش الوطني ومدعومين بقوات التحالف العربي. ودعيني هنا أشكر قوات التحالف العربي على دعمهم ومساندتهم الكبير للشعب اليمني في مواجهة المد الفارسي الذي كان يريد أن يجعل اليمن قاعدة انطلاق لتدمير المنطقة العربية. ودعيني أهنئ الشعب السعودي بعيدهم الوطني، ونتمنى أن لا تأتي الأيام القادمة لقد حررنا مأرب وكثير من المحافظات. شكرا جزيلا للإعلامي والبحث السياسي اليمني ياسر الحسني على هذه المداخلة.